ولد في 1921 كان حافظ القرآن كله وعنده 10 سنين. كمل فيديو عشان تعرف اسم الولد في الآخر. فالمهم الولد بعدها بسنتين بقى عنده 12 سنة، اتخرج من الابتدائية، بس الولد ما كانش عايز يتعلم، فأبوه خده غصب عنه وراح قدم له في الأزهر الشريف. وراح بعد على المكتبة عشان يشتري له الكتب اللي متكررة عليه، بس الولد ما كانش عايز يتعلم، فقرر إنه يعجز أبوه، انه راح المكتبه اشترى اي كتاب يقابله، لدرجه ان سعر الكتب اللي اختارها 100 قرش. 100 قرش في الوقت ده كان رقم كبير جدا، لدرجه ان ابوه اضطر ان يبيع له الجاموسه بتاعته عشان يعرف يشتري له الكتب دي. وقال له: يا ابني انا عارف ان الكتب اللي انت اشتريتها دي مش هي المقرره عليك، بس انا اشتريتها عشان تزيدك علم وربنا ينفعك باللي فيها. فالواد خد الكلام تحدي واثر فيه جدا. فالمهم الولد اتعلم فيها ودرس واشترى كتب تانية في علوم القرآن والأحاديث، وبقى الشيخ محمد متولي الشعراوي. قبل ما تطلع من الفيديو اكتبي في الكومنتات الشيخ محمد متولي الشعراوي اتولد فين ومات سنة كام، وبس كده. كان معاك عبد إبراهيم، سلام.